نهاية واحد من اعظم الانميات في التاريخ، اتاك اون تايتن، واللي عشت معاه لحظات كتير من الحماس خلتني اقلب قرد ساعات. اما بالنسبة للنهاية نفسها بقى فتعليق عليها كلمة واحدة بس، وهي رسالة للحاج إسامة. لا حاج انت مش حاج انت. المهم اوجه لك هذه الرسالة العزيزة واللي كتبتها من كل قلبي وحبي ليك. يا ابني يا ابني اوكي انا عارف اكيد ان النهايه عجبت ناس كتير وشايفينها كمان منطقيه، وهي فعلا نهايه منطقيه الصراحه، وكمان نهايه جيده ما فيهاش اي مشكله. وفي واحد مغفل دلوقتي هيقول لي امال انت ايه مشكلتك يا انت؟ اولا ربنا يسامحك على الشتيمه ده اولا. ثانيا هقول لك بما اني يعني انسان سايكوباتي بيحب الدمويه والفناء البشريه، وبحب اشوف واحد بيتفرم قدامي كده خصوصا لو كان سحر. لا بلاش الفيديو هيتمسح بسبب بس كلنا عارفين طبعا احنا بنتكلم عن ايه. ها المهم يعني دي كانت ردة فعلي اثناء دك الارض. لا رحمة دوس دشمل يا عم دشمل دشمل دوس بضمير يلا دوس تاني اكد الدس دشمل ولا كاريكا اديهم الولد ده. كانت اسعد ايام حياتي والدنيا كلها فل و100 10. وبالنسبه للنهايه البيرفكت بالنسبه لي انه يبيد كل البشريه خارج الاسوار. يعني تخيل ان احنا كنا فاهمين ان مفيش بشريه خارج الاسوار، تخيل بقى ان ايرين فعلا يحقق الكلام ده ويقفل على كده. اي نعم هو قتل 80% بس كان نفسي يفرحني ويوصل ل 100% او حتى يقلب ديتول ويقتل 99.9%. وبعد ما شفت الكلاونز دول عملوا تحالف عشان يوقفوا عمي او اللي كان عمي يعني ايرين، كانت ردة فعلي عبارة عن يا ولاد المضحكه رايحين تحاربوا ايرين وملايين العمالقه سيد كنت وعربي كيتو. فانا كرهت الخ دول، لان بعد ما العالم داس عليهم وكله كان عايز فنائهم قرروا مره واحده كده يروحوا ينقذوا الكوكب ده عشان انتوا شويه محبوب. المهم لما شفت عمي فلوك الاعظم وخليفه ايروين بيقف قدامهم كانت دي ردة فعلي. دشمل يا عمي دشمل كتفهم. وبعد ما ميكاسا عملت الكبير ايرونيلو يا بنتي يا جعفر اكرمان، وللاسف اللي كنت خايف منه حصل فعلا. راحوا للعملاق المؤسس وبتسليك ما والعمالقه الكلاونز دول وقفوا معاه، وايرين نفسه اساسا سلك لميكاسا عشان تيجي تقتله. ده انت فصيل موت جوتارو ساعتها انا وقفت كده وقلعت. اعتقد ان وجهة نظري وصلت. بالنسبة لنهاية كل شخصية بقى اللي هيكلمني هشوط في اولا زيك يا رجل. نهاية زيك دي كانت اكتر نهاية ضحكتني في حياتي حرفيا، ساعتين بضحك بعديها. يعني خارج من جوه المؤسس ومقبل على الحياة كده، وتعالى يا ليفاي يا حبيب قلبي خلاص انا ما بقتش خايف، انا عايز اقول لك كلمة اي نعم خطة زيك في اخصاء الالديانز كانت نوعا ما خطة غريبة، ولو كانت اتنفذت كنت هروح انا شخصيا نفس الكاتب نفسه، ولكن ده ما يمنعش انه كان من اكتر الشخصيات المؤثرة واللي فعلا كنا نفسنا نشوفها بتموت او بتعاني بعد ما قتل عمي وعم عيالي ايروين. ولكن زيك الصراحة كان شخصية غريبة، من اول ما الحاج كان بيغسل دماغه لحد ما المعلم بتاعه غسل له دماغه، لحد ما ايرين غسل له دماغه، لحد ما ارلين غسل. هي دي دماغه ولا مسحوب يسيل بالظبط؟ انت ايه؟ ارمن او الاخت ارمن بمعنى صح، شخصيه بنت ولا سوري انا مش فاهم لحد دلوقتي ليفاي ليه ساب عمي يموت واختار اليوزلس الحساله ده. الحته بتاعته مقتنع ان يوزلس حساله، الكاتب مقتنع ان يوزلس حساله، هو نفسه مقتنع ان يوزلس حساله، ولكنه بصراحه كان ليه دور كبير جدا في النهايه، انه خلى زيك يطلع لليفاي وموتنا ضحك. روحي منك لله. ميكاسا ودي بنت مش قادر اكرهها الصراحه. تقريبا ميكاسا في الحلقه الاخيره دي خلصت عليها مخزون فشار لمده سنتين. يا رجل انها جون ويك فرع النساء، يعني بص يمين شمال فوق تحت. الله كم احب عائله اكرمان بنت الهيجان. الله ده حبيبي. اما بالنسبه لنهايتها بقى وان هي عاشت وحيده طول حياتها من كتر حبها في ايرين، ده خلاني اقول كده هي علاقه مقرفه. يعني محدش مهتم الصراحه. انا عارف ان الكلبوبات والناس اللي عندها احاسيس ومشاعر هيقولوا ده شيء جميل قوي، ولكني شخص ميت من جوه لا تهمني هذه التفاهات. يعني ايرين مات اتجوزي 5 6 غيره، مع ان الشرع محلل 4 بس. يعني هتقول لي ميكاسا 6 يا اسطى؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ جعفر اكرمان دي لو 6 يبقى انا وانت والكاتب وايرين نفسه ما نستاهلش نكون مكنسه حتى. فص على الرجاله. راينر ماذر فاكر. راينر ده هو عباره عن اكتر كائن انا مش فاهم تركيبه امه ايه لحد دلوقتي، بدايه من انفصام الشخصيه اللي عنده، ده غير انه اكتر شخصيه عايز يموت في الانمي اللي كل الشخصيات بتموت فيه ده وما بيموتش. يعني فايت ايرين
ايرين 3-5 مرات ما ماتش. ميكاسا عملت من امه شاورما ما ماتش. دك الارض حصل فوق دماغ امه ما ماتش. جاي ينتحر ما ماتش. انا ما بموتش. لا 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 لا، انا بدين معاك في اليوم القيامه. تقريبا كده ايساياما ده كان بيحب واحده في الطفوله اسمها راينر، اصل ده التفسير الوحيد. ليفاي وتعليقا على نهايته بجمله واحده بس: رحلتي من تقطيع وتشريح العمالقه لتوزيع المصاصات والشيبسي. توني نو كومنت. جابي نو كومنت. اني نو كومنت. بيك مين دي؟ نو كومنت. جان يا ميكاسا احنا معلش لازم نقتل ايرين والله معلش. يوش المهر معايا، الشبكه معايا، الشقه معايا، امي معايا، وجاهزه نروح نخطبها من عمي ليفاي. فاضل بس نقتل ده ونعيط لنا شويه وبعد كده يا دبلة الخطوبه عبالنا كلنا. ايزي. واخيرا ايرين. كان نفسي يفرحني والله، كان نفسي يفضل عراب ويفضل عم من اعمام الانمي عندي، ولكن بعد انا اكره هذه النهايه، انا اكره هذه النهايه. هو فين الهيبة والفخامة والقلو؟ هذه النهايه مقرفه. الاستوديو اسمه ايه؟ بس ده ما يمنعش انه كان من احسن الابطال عندي في عالم الانمي عموما. وفي النهايه اتاك اون تايتن كان من احسن الانميات اللي انا شفتها في حياتي، واكتر انمي انا عشت معاه لحظات اسطوريه لسه خالده في ذاكرتي. يعني مثلا ولا مش قادر انسى لما دك الارض اتفعل. وات ذا فاك. يس اوه ماي جاد. لا ده كتير عليا، ده كتير عليا. ايه ده يا جدعان؟ ولا لما اول مره ايرين ظهر فيها في الموسم الرابع. ولا المشهد ده. ولا لما دماغ ايرين قلبت كرة طايرة. الو ولا محلات شاورمة عمك ليفاي الجزء الثاني. شاورما طيب الدين. ولا لما ايرين غسل دماغ ابوه. ولا الميمز والتطبير اللي كان متنطور في كل حته بعد كل حلقه. وتقريبا اتاك اون تايتن لا يزال اكبر بوابه لدخول عالم الانمي حاليا، وفي ناس كتير قوي بتتفرج على انمي حاليا دخلوا العالم ده عن طريقه. وبالنسبه لي سيظل اتاك اون تايتن دايما في قلبي وفي ذاكرتي المستقبليه، وهفتكره دايما على الدوام، وجايز اعيده كله تاني مره كمان، ليه لا؟ وخصوصا الموسم الرابع لان ده كان احسن موسم انمي انا شفته لحد دلوقتي بصراحه. بس مش عارف الصراحه اختاره هو ولا الموسم الثاني من بليتش. على العموم جي جي لكل الناس اللي اشتغلت على هذا الانمي، جي جي لكل مؤديين الاصوات، جي جي لينا احنا المشاهدين، واخيرا جي جي للكاتب. والله اقول لك